رواحي نعلمك كيفاه ديري دجاج محمر محشي بالروز، يجيك مخرمن تاع المحلات بواحد التتبيله بواحد لاصوص بزاف بنينه، ويجيك مروز طايب على حبه، وتجيكم دجاجه محمره ومعسله وطايبه زبده، وانا فقتها مع بطاطا صوتي اللي اسهل منها ما كانش. في ريسيبي ديال البياغ طبيعي عليه 2 مغارف كبار زبده دايبه، و4 فصوص ثوم مرحيين، مغرف صغيره مطارد، ومغرف كبيره خل. وللتوابل استعملت توابل عنتر اللي راح يمد لنا واحد البنه للدجاجه بزاف مليحه. حطيت ملح، فلفل كحل، توابل الدجاج، وشويه كمون، مغرف صغيره زنجبيل، مغرف صغيره توم بودر، ومغرف صغيره توابل ماريناد، ومغرف صغيره حمار حلو. نخلطهم مليح ونزيد عليه مغرف كبيره زيت، نعاود نخلطها مليح ونحط منها غير شويه فوق الروز اللي كنت غليته نص طياب. نخلطو مليح ونحشيو به الدجاجه، ما تكثروش بزاف. بعدها نقفلو رجليها بالخيط باه ما يخرج لكمش الروز، ونتبلوها بالتتبيله اللي حضرناها. دهنوها مليح، والتتبيله اللي بقات لي في صحن زدت عليها كاس ما وشويه رند، وغلفتها بابي كويسون الومنيوم، ودخلتها طيب في الفرن مسخن على 180 درجه لمده ساعتين. ونروحو نحضروا البطاطا. هنايا عندي البطاطا الصغيره اللي كنت قليتها مليح في مقله، حطيت مغرف كبيره زبده، زدت عليها البطاطا نحمرها مليح، بعدين نزيدو عليها 2 فصوص ثوم مرحيين وشويه معدنوس والملح والفلفل الكحل، ونسوطيوها مليح بهذه الطريقه حتى تدينا اللون الذهبي، وهكا تكون وجدت. وفي كل مره نجبدو الدجاجه ونسقيوها بلا صوص تاعها هكذا ما تجيكمش ناشفه، ويطيب لكم الروز ونعاودو ندخلوها طيب. بعد ما طيب نحيو شويه من لاصوص، وهذا هو السر باش تجيكم محمره. نحطو فيها مغرف صغيره عسل، ومغرف صغيره زبده، مغرف صغيره حمار حلو، مغرف صغيره طماطم مصبره. تقلطوها مليح وندهنوا بها الدجاجه بعد ما تكون طابت. وهاد العمليه نكرروها 3 مرات ونخليوها تتحمر مليح من فوقها، وهكا تكون وجدت. قدموها وبصحتكم في وصفات اخرى ان شاء الله.